سيدة تدعى سعاد مصطفى شاهين وشهرتها سو، دعوى قضائية اختصت فيها كل من وزير الاستثمار والثقافة ورئيس مجلس إدارة قناة المحور ورئيس الشركة المنتجة لمسلسل تلت التلاتة، إلى جانب كل من نقيب المهن السينمائية ونقيب المهن التمثيلية ورئيس غرفة صناعة السينما بصفته والفنانة غادة عبد الرازق. وتضمنت الشكوى المقدمة ضد تلت التلاتة أنها تمتلك حقوق الملكية الفكرية الكاملة لمسلسل لعبة التغيير، وموثوق بجمعية الحقوق الفكرية بلوس أنجلوس ومصدق عليه من نقابة المحامين. وأكدت مقيمة الدعوى أنها فوجئت بعد ذلك بخبر منشور بوسائل الإعلام عن قيام غادة عبد الرازق وشركة الإنتاج المدعى عليه بالدعوى بإنتاج مسلسل جديد يعرض في شهر رمضان باسم تلت التلاتة، وهو نفس القصة التي أرسلتها المدعية لغادة عبد الرازق.